السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اصدقائي، مثل ما تشوفون كثرة هاي المنشورات مال ناس حرامية قفاصة 56، لا حد يصدق بيهم. مثل ما تشوفون يقول الحمد لله اليوم استلمت البطاقة مال ماستر كارد مال سنتات عن طريق الدخول للرابط وتسجيل معلوماتي من هذا الحكي. يقول لك تدخل للرابط تسجل دخول بحسابك، والشركة راح تتصل بيك ويتواصلون وياك بخصوص موعد تسليم البطاقة. ومن هذا الحكي كله كذب في كذب، لا حد يصدق بيهم. هسه اذا تدخلون على الرابط مثل ما تشوفون راح يطلب من عندك انه تدخل رقم الهاتف مالتك او الايميل اللي مربوط بشنو بسنتات وكلمة السر مال سنتات. بس مجرد تكتبهن تلقى التقديم، راح المعلومات مالتك تروح توصل على الموقع مالت ذولي الحرامية ويسرقون الحساب مالتك. فيا اخوان لا حد يصدق بيهم، هاي البطاقة مزيفة مو حقيقية. فأي منشور بخصوص البطاقة مال سنتات راح ننزل عنها، وأستاذ عادل راح ينزل عنها منشور. فالحذر الحذر، ممنوع تصدقون بهيجي ناس. ونصيحة ثانية لكم يا أخوان، أن الكل يدخل على برنامج سنتات ويدخل للملف الشخصي ويوثق الحساب مالته. مثل ما تشوفون هسه راح ادخل بعد ما تدخل للملف الشخصي تضغط على توثيق الحساب. الفائدة من توثيق الحساب انه لما تحول لحظة، انه لما تحول نقاط من الحساب مالتك او تسحب الارباح مالتك راح يطلب من عندك انه تدخل كلمة السر. هاي كلمة السر راح تكون خاصة بتحويل النقاط، راح تكون خاصة بسحب الارباح. يعني لا سامح الله اذا احد قدر يخترق الحساب مالتك راح يطلب ويحول نقاط، راح يطلب من عنده يدخل كلمة السر. وهاي كلمة السر هو ما راح يقدر يعرفها، لان هاي كلمة السر خاصة بيك انت راح تخليها وانت راح تحفظها. فرجاء يا اخوان الكل يوثق الحساب مالته. هنا بالحقل الاول تكتب الاسم الكامل مالتك، بالحقل الثاني تكتب اللقب، هنا تختار الجنس ذكر اذا كنت ولد وبنية اذا كانت بنية تختار انثى. هنا تكتب العنوان الكامل مالتك، المحافظة، المدينة اللي انت ساكن بيها والمنطقة اللي انت ساكن بيها. المهم تكتب معلوماتك هنا، وهنا تكتب كلمة السر وتأكد كلمة السر نفسها. يعني هنا مثلا تكتب من 1 ل10، هنا تكتب ايضا من 1 ل10. بعدها تضغط تسجيل وراح يتوثق الحساب مالتك. وهاي أأمن طريقة يا اخوان، هاي أأمن طريقة حتى تضمنون بها الحساب مالتكم. لا سامح الله اذا تعرض بالاختراق او احد قدر يهكر الحساب مالتك ويدخل على الحساب مالتك. فأي شخص لازم يوثق الحساب مالته حتى تضمنون انه ما حد يقدر يفتح الحساب مالتكم، ما حد يقدر يحول النقاط. ونصيحة، كلمة السر اللي تكتبونها هنا خلوها تكون مختلفة تماما عن كلمة السر اللي سويتوها عندما انشأتوا الحساب. لهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو. إذا عندكم سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، وأتمنى أن تضغطون زر اللايك لهذا الفيديو حتى يوصل لأكبر عدد من الناس، حتى لا حد يوقع بهذا الخطأ ويفتح الرابط ويخترقون الحساب مالته خطية. فيا أخوان رجاء لايكاتكم ومشاركاتكم للفيديو حتى خطية الناس شنو ذنبها. وأي استفسار أو سؤال اكتبوا لي بالتعليقات وراح أجاوبكم إن شاء الله.